الصحراء المغربيه، فيكفي اننا نديروا واحد النظره لهذه الصحراء من السما حتى غنشوفوا بام الاعين ديالنا واحد من اكثر التضاريس القاتله وواحد من اسباب الشهره ديالها اللي هو الجدار العسكري او جدار الصحراء المغربيه اللي كيتوسطوا واحد الحصن مأمن بزاف. هذا الجدار هو اطول حقل ديال الالغام في العالم لما يقارب 7 إلى 10 مليون لغم، اللي شادها من الشمال للجنوب على مساحه 2700 كيلومتر، والارتفاع ديالو واصل 6 متر. هذا الجدار كيتميز بحراسه عسكريه شديده، وعلى العكس الحواجز العسكريه السيئه السمعه اللي كاينه في العالم قليل فين كتجبد الهضره على الجدار العسكري المغربي اللي تم الدفن ديالو في الصحراء منذ ما يقارب 40 عام. القصه ديال هذا الجدار كترجع لعام 1975 فاش غادي يخرج الاحتلال الاسباني من الصحراء الغربيه كل من المغرب وموريتانيا باش يقتسموا الاراضي الصحراويه، واللي غتنضم لهم جبهه البوليزاريو سنه 1975 بدعم من القذافي واحتضان من الجزائر والجمهوريات العسكريه القوميه. غتبدا حرب العصابات ضد القوات العسكريه المغربيه، الشيء اللي غينوض الحرب. هذا الامر غادي يخلي الملك الراحل الحسن الثاني يبدع واحد الفكره خارقه اللي هي بناء جدار يشكل حائط صد وحمايه الجنود المغاربه. الملك الحسن الثاني عطى الامر للقوات المسلحه الملكيه باش تبدا العمل ديالها في البناء ديال هذا الجدار عبر 6 المراحل. المرحلة الأولى بدات بمساعدة خبراء مختصين من الأمريكان واللي شدت ما بين شهر 8 عام 1980 إلى شهر 6 عام 1982، واللي الجدار فيها غيدور على المنطقة اللي كتسمى بمثلث المفيد اللي كيضم العيون السمارة ومناجم فوس بوكرع. أما المرحلة الثانية من البناء فشدت ما بين شهر 12 عام 1983 إلى شهر 1 1984 اللي غيدور فيها بمنطقة أمقالة. أما المرحلة الثالثة كانت ما بين شهر 4 1984 إلى شهر 6 لنفس العام. غادي يولي الجدار داير بزوج المناطق وهما الجديريه والحوزه. وفي شهر 12 عام 1984 غترجع الخدمه في بناء الجدار، واللي في شهر 1 عام 1985 غيدور بزوج المناطق اخرى وهي المحبس وفارسيه. اما المرحله الخامسه غتسالي في شهر 9 من عام 1985 فاش غيدور الجدار بقلته زمور وبرينزران. وفي شهر 4 من عام 1987 وصل الجدار للمرحله السادسه والاخيره فاش غيولي محيط بالمناطق اوسرد وتيشلا وبرقندوز، فاش غيشد الجدار الشكل النهائي تاعو على طول 2700 كيلومتر. في النصف ديال الجدار كيبان واحد البرج اللي منه كيتم الرصد والاستطلاع لاي حركه قريبه من الجدار، وعاد تركيب كاميرات المراقبه، ثم زيد عليهم كبانيات من العسكر بالدبابات واخرين بصواريخ شادين العسه على طول هذا الجدار. هذا الجدار الرملي اللي بناه المغرب واللي كيعتبر من الاطول في العالم اعطانا نتائج جيده وكبيره ونزل ميزان الحرب لجهه المغرب فاش البوليزاريو غتولي توقف الحرب سنة 1991 ودخولها بمباركة من الجزائر اللي قامت بدعمها في المفاوضات باش توصل للحل السلمي. حاليا كيسيطر المغرب على المناطق غرب الجدار واللي تتشمل جميع السكان المتواجدين في الصحراء، والى حدود اليوم كيلعب الجدار واحد الدور كبير في الحفاظ على وقف اطلاق النار، وكيسيروا ويشرف عليه الى هذا الوقت رجال القوات المسلحه الملكيه المغربيه على طول الساعه بمساعده الرادارات وغيرها من معدات المراقبه الالكترونيه اللي كترصد وتراقب المنطقه لا يكون فيها متسللين محتملين. البوليزاريو كتشكى بزاف للهيئات الدوليه وتقول انه وقعوا اصابات خطيره وكثير من الناس فقدوا اطرافهم رجليهم ويديهم، بل فيهم اللي مات بسبب انفجار هذه الالغام اللي كتجرفها سيول الامطار الى مناطق كتعتبر امنه. كما امنا بزاف العائلات الصحراويه فقدت التواصل بينها وبين عائلتها. زيد عليها ان حياه الرحل اللي كيعيشوا في الصحراء تاثرت بهذه الالغام حيث فقدوا الكثير من المناطق اللي كانوا كيرعوا فيها الماشيه ويسقيوا منها الماء. ولكن المغرب كان يعتبر الهدف من الجدار تامين حركه المرور المدنيين والتجاره في معبر الكركرات، واللي ما كيبانش ان المملكه المغربيه كتفكر تزول هذا الجدار الاطول في العالم، خصوصا فاش رجعت البوليزاريو الى شن هجماتها سنه 2020 بعد سنوات من الهدوء.